السلام عليكم الاخوات ديالي لا فامي العائله نزهه ارغان بيو. كما كتشاهدوا انا جبت لهنايا ان شاء الله. جيت كنتسنى واحد الكليانه ديالي ان شاء الله باذن الله. انا جبت لها هاد لاكوموند وكنتمنى ان شاء الله يا ربي حتى نتوما اللي بغات شي كوموند ان شاء الله مرحبا والف مرحبا. ودائما كنبداو الكلام ديالنا ان شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الف صلاه والسلام. المهم البنات انا غادي نشارك معكم لا كوموند اللي جبت لها الاخت ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم الاخوات ديالي العائله لا فامي نزهه ارغان بيو. عندي هنايا الزعفران الحر، يعني جبت لها الزعفران الحر. عندي هنايا املو باللوز وارغان والعسل مسوس. وبالنسبه مثلا الناس اللي فيهم السكر كنديروا لهم املو، يعني كنديروا لهم مسوس. وبالنسبه للناس العاديين ما مرضينش راه كنديروا لهم املو باللوز والعسل وارغان. وكما كتشاهدوا عندي هنايا العسل ديال الليمون، عندي هنايا العسل ديال السدر، عندي هنايا العسل ديال الدغموس بالنسبه للناس اللي مرضين. والاكثريه يعني تحتاج هكا دابا في هذا البرد داكشي. عندي هنايا ارغان ديال التجميل. بالنسبه للناس يعني الاكثريه الناس اللي تعانيوا من تساقط الشعر فكنصحكم صراحه نصيحه لوجه الله اخوتي العزاز. نتوما عارفين راكم عزاز وغاليين، فمن الواجب ديالي انني ننصحكم الناس اللي كيتساقط لهم الشعر فما عليكم غير بزيت ارغان البنات، ولكن يكون حر 100% وما يكون لا مخلط لا حتى شي حاجه. فبقاو شقوا به الشعر ديالكم. ارغان مسوس صراحه غنيه عن التعريف، ويعني كما قلت لكم كتشقوا به الشعر ديالكم يعني تقريبا 2 مرات في السيمانه. منها يعني كيطول لكم الشعر ومنها ما كيبقاش شي ارغان مسوس يخلي لكم الشعر يتساقط. وكنتمنى ان شاء الله يعني تجربوا باذن الله وتدعيوا معايا ان شاء الله في دار الغائب شي دعوه ديال الخير. وانتم راكم عزاز وغاليين، ويعني اي افاده كتكون فنفيدوا بها الجميع ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم نرجعوا الموضوع ديالنا هو العسل ولا كوموند ديال الاخت. المهم عندي هنا عسل السدر، كاين عسل الليمون، كاين عسل الدغموس، وكما قلت لكم الزعفران حر، املو مسوس واملو حلو وارغان ديال التجميل. المهم البنات اللي بغات شي منتوجات ان شاء الله فما عليكم ان شاء الله غير تواصلوا معايا ان شاء الله باذن الله. وراه لا كوموند توصلكم ان شاء الله فين ما كنتو، سواء كنتو في المغرب او كنتو خارج المغرب راه كنديروا لا ليفريزون. وتحياتي للجميع ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.